طلاب الحلوين، اخواتي الغاليين، طلاب ثالثه ثانوي 2025، انا جاي اقول لك ايه التعويذه بتاعتنا اللي موجوده في مذكرات المراجعه. مذكرات المراجعه معموله باحترافيه وبدقه شديده جدا. هقول لك ايه المكونات المذكره عشان لما اقول لك انت مش محتاج ولا كتاب خارجي جنبيها، لازم تثق في الكلام. اول حاجه هتستلم مذكرتين، وتعال انا اقول لك على مكونات المذكره. واحد، كل تعريفات المنهج. اتنين، ملخص لكل كلمات المنهج، سينونيم بالانتونيم بحروف الجر في وش واحد، كل وحده معموله في وش واحد بس، في صفحه واحده بس. 3، تجميع لكل الكلمات اللي شبه بعض في الوحده دي. 4، اختبارات جزئيه مصغره. 5، اختبارات جزئيه كامله. رقم 6، اختبارات شامله على كل وحده وعلى وحدتين. رقم 7، اختبارات الاعوام السابقه. رقم 8، بنك اسئله ثانويه عامه. رقم 9، بنك اسئله يشمل جميع اسئله الوزاره الحديثه. مكون رقم 10 والاخير هي اسئله بتقيس مستويات التفكير وكمان نواتج التعلم، ايه اللي انت اتعلمته من ساعه ما كنت في ابتدائي لحد ما وصلت ثالثه ثانوي. وبكده دي المذكره الاولى. يعني انت هتطلع يا صديقي من المذكره دي لامم الكلمات كلها ولامم الاسئله بتاع الامتحانات السابقه كلها، حالل كل اسئله الوزاره الحديثه، حالل الاسئله اللي بتدي او بتشتغل على التفكير، مستويات التفكير العليا. تطلع من المذكره دي تقريبا لامم كل افكار المنهج. امال الثانيه فيها ايه؟ تعال اقول لك المذكره الثانيه فيها ايه. قبل اي حاجه افتح اللينكات اللي فوق الفيديو واتفرج على اللي جه منها الاعوام السابقه اللي فاتت واللي قبليها. المذكره اسمها حلويات من السبعينات. ايه بقى يا مستر حلويات دي؟ الحلويات هي فيها اسئله من 1970، يعني قبل ما انا اتولد وانت قبل ما تتولد. فيها افكار جميله جدا. بدأ ازاي؟ هقول لك على ايه المذكره دي. 1، partial exams on units، امتحانات جزئيه على كل يونت واسئلتها مختلفه تماما عن المذكره الاولى، افكارها روعه. ايه كمان؟ موجود فيها اسئله حصص مصر، هتلاقي السؤال مكتوب جنبيه حصص مصر، مكتوب لونج مان، مكتوب موقع نجوى، مكتوب السنه اللي جه فيها 1980 1982 2020 2021، كل سؤال مكتوب جنبه جه سنه كام. وموجود فيها 21 امتحان شامل على كل المنهج بطريقه مختلفه في طرح السؤال عن المذكره الاولى. المكون الثالث، امتحانات الورك بوك، 6 امتحانات كلها موجوده من الورك بوك بتاعك، افكارها رائعه، وجي منها كذا سؤال في الامتحان اللي فات السنه اللي فاتت على طول، وهتلاقي وهتسمع في الفيديو. موجود فيها ملخص لكل السكيلز بتاعت المنهج، 8 صفحات بالشرح وبالحل. هم 8 صفحات بيلموا كل السكيلز اللي موجوده عليك في ثالثه ثانوي. موجود فيها اسئله واجابات للقصه، اسئله القصه اللي موجوده في الورك بوك واللي موجوده في موقع الوزاره. كون اللي بعده 10 امتحانات سنوات سابقه من اول 2020، بتلاقي دور اول ودور تاني، دور اول ودور تاني، كل الامتحان بالقطع. اللي بعده يا باشا موجود 400 جمله متاخده من امتحانات سابقه وافكار متشابهه ليها، موجوده 400 جمله. موجود كمان جزء خاص باللانجوج نوتس، بالملاحظات اللغويه اللي كانت عليك من اولى اعدادي لحد ثالثه ثانوي، زي الفعل سبند مثلا، زي الفعل تيك مثلا. وكمان موجود زي استرونوت واسترونومر واسترولوجر، فروق ما بين كلمات كلها كانت عليك قبل كده. حتى اللي قبل الاخيره يا صديقي جايب لك كل حروف الجر اللي موجوده من اول اعدادي لحد ثالثه ثانوي، ومنهم واحدة جت سنة 2023 اللي هي argue with. المحطة الأخيرة كل الاختصارات اللي متعارف عليها في اللغة الإنجليزية، زي مثلا الأوكي اختصار إيه، الMRS اختصار BACO، دي اختصارات ايه. جمعت لك كل الاختصارات احتياطي، جايز تلاقي منهم اختصار جوه القطعه ويسالك عنه بعد كده، فجمعت لك كل الاختصارات في ورقه واحده. ربنا معاك، خليك واثق في ربنا الاول وثق في نفسك. تاني حاجه، عمرك ما هتدخل تلاقي فكره ما خدتهاش، ريح دماغك. دايما هتلاقيني بعد اللجنه هتلاقيني واقف لك ومطلع لك الاسئله، ده جه في صفحه كذا والسؤال ده فكرته في صفحه كذا. ولازم تبقى متاكد ان ربنا هيقف معاك طول ما انت بتتعب وتعمل اللي عليك. التزام الفتره الجايه، مش هتلاقي حاجه تطلع من المذكرات افكار جديده نهائي. وربنا معاك، اشوف وشك على خير. سلام.